صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. كل مرة كان بيمشي فيها واحد من جيل 92 العظيم كنت بجري وعد الباقي. اتنين بس قدروا يفضلوا لحد نهايتي، بول سكولز وراين جيجز. جاري نيفل كمان كان قريب قوي من انه يكمل معايا للاخر. لحد دلوقتي بفضل افتكرهم هما الستة وهم قاعدين سوا وبيضحكوا وبيهزروا في الحصص التدريبية. سكولزي كان دايما بيحاول يشوط الكورة على راس نيكي بات من ورا او راس جاري اللي يلاقيه قدامه بقى. كان عفريت في الموضوع ده. كانوا دايما مع بعض ومش بينفصلوا، كانوا اولاد حقيقي كويسين ومن الاشخاص اللي تزعل لو تخسرهم. كانوا عارفين النادي واهدافه وعارفين مبادئه وبيدافعوا عنها. اي اب او ام هيحس بالاحساس المزعج ده لما هيلاقي واحد من اطفاله وصل لسن ال21 وبيقوله انه اشترى بيت لنفسه وهيروح يعيش فيه، او هيروح يعيش مع شريكة حياته، او هيروح شغل في مدينة تانية. الكرة كانت بالنسبة لي نفس الشيء. كنت متعلق قوي بالاولاد اللي بدأوا معايا من وهم في سن المراهقة، المجموعة اللي سميناها بعد كده بفريق 92. انا شفتهم بيكبروا قدامي من وقت ما كان عندهم 13 سنة. نيكي بات كان مثال ممتاز، دايما كان بيفكرني بشخصيات الكرتون بسبب النمش اللي في وشه وودانه الكبيرة والسنان العريضة. شبه شخصية كده كانت بتظهر في الصفحة الرئيسية لمجلة كوميكس. الاولاد دول كانوا تحت رعايتي لوقت طويل قوي، لدرجة اني كنت بدأت احس انهم من العيلة خلاص، وكنت بعاقبهم اكتر من اي لاعب تاني. نيكي كان دمه خفيف ودايما جاهز علشان يعمل حاجة تضحكك. كان ولد مشاكس لكنه كان برضه واحد من اكتر اللاعيبه شهرة في النادي وقتها. كان فعلا ابن مانشستر يونايتد، بسيط لكنه قوي ذهنيا زي فيل نيفل. لكن وصل نيك لمرحلة ما كانش بيلعب فيها كتير علشان يرضي غروره ورغبته التنافسية، وده خلاه يدور على اماكن تانية تفتح ليه المجال وتديله الفرصة. مشي من النادي بمبلغ صغير فشخ، 2 مليون استرليني بس. الاولاد دول ما كانوش مدينين لينا ولو بقرش واحد، جبناهم ببلاش من الاكاديمية، لكن الفلوس بالنسبة لصفقة نيكي كانت حاجة رمزية علشان نتأكد انه مشي بافضل صفقة ممكنة. ولحد اخر ايام لعبه كان بيتكلم على اساس اننا ناديه. انا متأكد ان الاولاد دول كانوا بيكرهوا التعامل مع عصبيتي او غضبي. اعتقد اول حاجة بتيجي في دماغهم: يا الله انا تاني يا عمي، انت ايه ما وراكش غيري، ما تزعق للواد ده او ده. اول شخص كنت بتخانق معاه كان جيجزي، كان مسكين قوي. مع الوقت اتعلم راين انه يدافع عن نفسه. نيكي كمان كان بيجادل كتير اوقات. جاري كان بيجادل برضه، لكن جاري كان بيجادل اي حد ولأي سبب وكل يوم. كان يصحى الساعة 6 الصبح يقرا الجورنال ويبعت رسائل لكارين شوتبول اللي كانوا مهتمين بصحافة النادي. كنا دايما بنقول ان جاري بيصحى من نومه متضايق بلا هدف. كان شاب صريح ومباشر، لو شاف اخطائك كان هيجي يقولك على طول. ما كانش بيميل للتفاوض او الاتفاق الجماعي، لا كان هيبدأ يتضايق بسرعة لو كلامه ما تنفذش. كانت مشكلة صغيرة فيه لكنه كان عارف حدود صبري. كنت اقول له: جاري روح ازعج حد تاني دلوقتي، بعدها يضحك والدراما تختفي. لو حاولت اتخيل ال20 سنة دول من غير الاولاد المحليين مش هقدر اتخيل اساس الفريق. قدموا لنا الاستقرار، ومانشستر يونايتد نادي معروف باللعيبة العظام اللي جبناهم في ال26 سنة اللي قعدناهم هنا، من وقت براين روبسون ونورمان وايت سايد لحد كانتونا ورونالدو. لكن الاولاد المحليين دول شالوا روح مانشستر يونايتد جواهم، وهو ده اللي ادى للنادي الروح. كانوا مثال عظيم وقدوة للاعيبة الشباب اللي جاية. وجودهم قال لكل اللاعيبة اللي لسه سنهم 19 سنة او اقل ان عادي جدا ممكن تبقى في الفريق الاول لمانشستر يونايتد. كانتونا الجاي هنطلعه من هنا، من الاكاديمية بتاعتنا وفي مقر تدريباتنا. هفتكر دايما اول يوم لبول سكولز في نادينا، جه ومعاه راجل كبير اسمه بول اوكيفي ابوه. كانوا واقفين ورا براين كيد اللي قال لي انه هيجيب شابين شايف انهم كويسين. كانوا في سن 13 سنة. قلت له: فين الاولاد الصغيرين دول؟ كانوا صغيرين قوي لدرجة انهم ما كانوش باينين بسبب جسم براين الضخم. بصيت ليهم وفكرت ازاي الاتنين دول هيقدروا يبقوا لعيبة كورة. الموضوع ده بقينا بنضحك عليه في النادي كل ما نفتكره. المهم لما جه سكولزي لفريق الشباب قلت في أوضة المدربين: سكولز ما عندوش اي فرصة، صغير قوي. حتى لما انضم لينا رسميا وهو 16 سنة
كان لسه جسمه صغير، لكنه كان فعلا مبدع. لما كمل ال 18 سنة طول وكبر شوية. بول ما كانش بيتكلم خالص، كان دايما مكسوف. أبوه كان لاعب كويس. لما اتكلمت عن شكوكي بسبب حجمه في الأول، ما كنتش اتفرجت على أي ماتش ليه، كنت بس شفته بيلعب في تدريبات المدرسة. في مقر تدريباتنا كنا بنعلمهم كل المهارات التكتيكية معظم الوقت. لما اتطور ولعب لفريق الشباب كان مهاجم صريح، بس سكولز ما عندوش السرعة الكفاية علشان يبقى المهاجم الصريح. قلت لهم خلاص خلوه يلعب تحت المهاجم. في ماتش من ماتشاته الأولى في ذا كيلف ده مقر تدريبات اليونايتد. المهم في أول ماتشاته شاط كرة من بره ال 18، وكانت كرة قوية فشخ لدرجة إني وقفت النفس من قوتها. تمام، الولد كويس، لكن ما اعتقدش ان عنده اي فرصة علشان ينجح لانه لسه صغير قوي. الكلام ده قاله جيم راين اللي كان بيتفرج معايا. الكلمة دي لزقت في سكولزي طول فترته معانا، سكولزي الضئيل. لما كمل معانا الوقت طويل، سكولز كان بيعاني من مشاكل مع الربو، وما لعبش مع فريق الشباب في السنة اللي كسبوا فيها كاس الاتحاد الانجليزي للشباب. بيكهام قدر يلحقهم لانه بدأ يبقى اطول، لكنه كان لسه ضعيف. سيمون ديفيز واللي كان بيلعب لويلز كان القائد. روبي سافاش كمان كان موجود مع الفريق، معظمهم بقوا لعيبة دولية. بين ثورنلي كمان كان هيبقى دولي لولا المشكلة الكبيرة اللي حصلت في ركبته. كمهاجم شاب في المنطقة كان سكولز هيضمن بتاع 15 جول في الموسم، لكن لما اتطور كلاعب وسط كان عنده رؤية وعقلية عظيمة في البساط اللي بتطلع من رجله. كان عنده موهبة في القيادة الصراحة، اعتقد الموضوع ده كان فطري معاه. كنت بحب اشوف الفرق اللي كانت بتحاول تغطي على سكولزي او توقفه في الماتشات. كان دايما هياخدهم لمراكز محدش يحب يروحها، وبلمسة واحدة كان هيغير اتجاه الكورة او هيخدعهم او هيرمي باص من وراهم. كان كل المنافسين يفضلوا يحاولوا انهم يوقفوه لحد ما يبدأوا انهم يفقدوا توازنهم، ولحد ما يلاقوا نفسهم في الاخر بيجروا لحد منطقة الجزاء بتاعتهم. كان هيدمر اي لاعب يحاول يراقبه بسهولة. سكولز قابل كتير من الانتكاسات بسبب الاصابات الطويلة، لكنه كان دايما بيرجع افضل من الاول، وكان لاعب متفوق على الباقي حتى بعد المشاكل اللي واجهته في عينه وركبته. كان دايما بيرجع بنفس الطاقة والحيوية. في اول تلاتيناته كان بدأ يعاني من فترات احباط بسبب المنافسة الشديدة على مراكز الوسط. كان عندي دارين فليتشر ومايكل كاريك، اختيارين عرفت استخدمهم في خط الوسط. تمام، انا معترف اني اوقات كنت بغلط، المشكلة ان الغلطة ساعات مش هتقدر تلاحظها في نفس الوقت، وصعب تصحح الغلط لحد ما تقابل التأثير اللي هيحصل على الضحية. كنت ببقى في مواقف صعبة ساعات، لكن دايما كنت بقدر ارجع لسكولزي. كان دايما الخادم المخلص ليا، دايما جاهز ودايما عايز يتدخل. كاريك وفليتشر كانوا في خططي الرئيسية برضو، وكان سكولز الداعم الأكبر والمستمر. فكرة اعتزال سكولز فضلت موجودة في عقلي من وقت طويل، من يوم خسارة نهائي الأبطال في 2009 اللي كان في روما. نزلت سكولز في الشوط الثاني، اندرسون كان عمل 3 باصات بس طول الشوط الأول. سكولزي نزل عمل 25 باص في آخر 20 دقيقة من الماتش. هتفتكر نفسك انك عارف كل حاجة في اللعبة دي، لكنك ما تعرفش اي حاجة. الاعتماد على الناس للأبد والاعتقاد انك هتقدر دايما ترجع ليهم حتى لو كانوا في نهايتهم حركة مش صح. وفي الاخر كنت بنزله كتير واسيبه يريح في الاوقات الصح. الناس دايما بيسألوني اختار افضل فريق لمانشستر يونايتد. كنت بلاقي صعوبة كبيرة، مش هقدر اسيب سكولزي بره التشكيل، ومش هقدر اسيب براين روبسون برضه. هما الاتنين كانوا هيقدروا يضمنوا لك على الاقل 10 جوال في الموسم، لكن هنا هيظهر السؤال، ازاي هتقدر تسيب كين بره التشكيل؟ لازم تلعب بيهم هما التلاتة، لكن لو عملت كده مين هيلعب جنب كانتونا اللي كان بيبدع كل ما يلعب مهاجم تاني جنبه؟ حاول بقى تختار مهاجم واحد بين هيوز ولا سولشاير، فان نيستلروي، شيرينغهام، يورك، كول، روني، فان بيرسي، ومستحيل تتجاهل جيجز. علشان كده كنت بحس دايما ان اختيار الفريق الافضل مهمة صعبة قوي، لكن ممكن نقول مستحيل تسيب كانتونا، جيجز وسكولز وروبسون وطبعا كريستيانو رونالدو بره فريق مانشستر يونايتد. سكولز في الغالب افضل لاعب خط وسط انجليزي من وقت بوبي تشارلتون ومن وقت ما جيت انا انجلترا.
بول جاسكوين من افضل اللعيبه اللي هتقومك من مكانك، لكن اخر ايام بول سكولز قدر يرفع ترتيبه لمرتبه اعلى من جاسكوين. اولا بسبب عمره طبعا والاستمراريه، ولانه طبعا طور من نفسه جدا حتى في تلاتيناته. سكولزي كان عظيم في الباصات الطويله لدرجه انه هيقدر يختار شعره من راس زميله اللي فاتح له مساحه الباص. مره جاري لقى شجره افتكر انه هيقدر يفضي عليها ميه، لكن سكولزي شافه ومن بعد 30 ياردة تقريبا شاط عليه كوره لبست فيه. في يوم تاني حصل نفس الموقف برضه، لكن المره دي مع بيتر شمايكل، واللي فضل يجري ورا سكولز حوالين ملعب التدريب كله بسبب وقاحته. سكولز كان ممكن يبقى قناص من الدرجة الأولى. أنا كلاعب ما كانش عندي أبدا القدرة الفطرية دي زي اللي كانت عند كانتونا وبول سكولز، عندهم عين تالتة في قفاهم. لكني كنت بشوف ده في كتير من اللعيبة التانية، لأني كنت بشوف كتير من الماتشات وكنت عارف أهمية اللعيبة دي للفريق. سكولز، كانتونا، فيرون، بيكهام كمان كان عنده رؤية كويسة قوي. ديفيد ما كانش من النوع اللي بيقدر يعمل الباصات العظيمة، لكنه كان دايما بيقدر يشوف الناحية التانية من الملعب بطريقة كويسة. لوروان بلان كان دايما عنده رؤية كويسة، وتيدي شيرينجهام وداوت يورك كانوا برضو يقدروا يشوفوا كل اللي بيحصل حواليهم. لما كان بيبقى الماتش سهل ونكسب بسهولة، سكولز كان يبدأ يعمل حركات سخيفة ساعات كنت بقوله بصوت عالي: بصوا بدأ يزهق اهو. راين جيجز كان اكتر واحد مزعج في الجيل ده، وكان اكتر لاعب منهم بنقول عليه الولد المعجزة وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. جيجز خد فرصة في الظهور للفريق الاول وهو سنه 16 سنة، وده سبب لنا مشكلة ما توقعناهاش. ظاهرة جيجز. وكيل اعمال ايطالي كلمني لما شاف راين طفل وسألني: اولادك بتعمل ايه دلوقتي؟ قلت له: مارك بيدرس علشان ياخد الشهادة، وجيسون رايح يشتغل في التلفزيون. قال لي: بيع لي جيجز وهخلي كل اولادك اغنياء فشخ. ضحكت اكيد وطبعا رفضت. المقارنة بجورج بيست لزقت فيه على طول وكان مستحيل يبعد عنها. الكل كان عايز جيجز، لكن جيجز كان ذكي، كان يقول لأي مدرب أو أي وكيل أعمال جاي يقدم عرض ليه: روح كلم فيرجي. وما كانش بيرضى يعمل أي مقابلات، وكان يبدأ يلومني أنا. براين روبسون قرب من راين في يوم علشان يقترح ليه هاريس ويلز كوكيل أعمال. براين جالي وقال لي الموضوع ده قبل ما يتكلم مع جيجز. براين كان بيقرب من النهاية وكان متأكد من إن هاري وكيل أعمال مناسب لجيجز، وكان عنده حق الصراحة. هاري كان كويس. لما كان في سنه 81 كان بيكلم ست سويسرية قابلها في محطة القطر لأنها كانت تايهة. هاري كان رقيب أول سابق وكان عنده شنب شبه قرون العجل، قدر يخلي باله من راين كويس. راين كمان كان عنده أم قوية وأجداده كانوا ناس كويسين جدا الصراحة. جيجز علشان يطول مسيرته لعقدين من الزمن مش على برنامج لياقة بدنية شديد، واليوجا وروتين الاستعداد كانوا جذور وسبب انه يطول في الملعب. راين كان مواظب على اليوجا بطريقة رهيبة، الموضوع معاه كان غير قابل للنقاش. مرتين في الاسبوع بعد التدريب، وكان بيجيب متخصص علشان يساعده في التمرينات. في الايام اللي كان هيتصاب فيها في الاوتار ما كناش عارفين خالص امتى هيقدر يلعب بجد. اوتاره كانت دايما مصدر قلق مستمر لينا، كنا بنسيبه بره التشكيل في بعض الماتشات علشان يبقى جاهز في الماتشات التانية، وفي الاخر سنه بس هو اللي كان السبب اللي كان بيخلينا نريحه ساعات. كان بيلعب 35 ماتش في الموسم لان لياقته كانت عظيمة. ذكاء راين ساعده علشان يقوم بالتضحيات في حياته الاجتماعية مقابل التركيز اكتر في اللعبة. كان شاب متحفظ، لكن المجموعة دي كلها كانوا شباب طموحين وكلهم بيبصوله وعايزين يبقوا زيه، كان الملك وسطهم. جات عليه فترة كان بيلبس فيها هو وبول إنس لبس غريب، لكن الموضوع ده انتهى بعدها. راين لسه لحد دلوقتي عنده التيشيرت اللي خلانا اقول له اول ما شفته: ايه إنس كان معجب كبير قوي بالموضة واللبس اللي بيلمع، وهو وجيجز كانوا صحاب مقربين قوي، لكن جيجز كان عنده حياة احترافية اكتر. جيجز لما سرعته قلت في الاخر نقلناه في وسط الملعب، وما استنيناش منه انه يعدي المدافعين بسرعته زي ما كان بيعمل وهو ولد صغير، لكنه قدر يحافظ على لياقته البدنية والتوازن، ودول بيكونوا في بعض الاوقات اهم من السرعة نفسها. في خريف 2010 كعبله جوناثان سبيكتور من ويست هام في منطقة الجزاء،
وكانت دي فرصة علشان أفكر كام ضربة جزاء كسبها جيجزي في مسيرته مع مانشستر يونايتد. الإجابة كانت 5، لأنه كان دايما بيفضل واقف على رجله. ممكن يفقد توازنه شوية بسبب زقة أو تدخل، لكنه ما كانش بيقع. كنت بروح واسأله بعد أي تدخل عنيف في منطقة الجزاء ليه مش بتقع علشان تاخد البلن، وكان بيبقى حقه. كان بيبصلي كأني مجنون، كان بيبصلي بوشي من غير أي تعبيرات ويقول أنا مش بقع. راين كان دايما شاب هادي وبيقدر يتحكم في عصبيته حتى أوقات المصايب. أعتقد من الغريب إن أقول ده، لكن جيجز ما كانش بديل عظيم حتى في آخر سنينه معانا. كان دايما هيبقى أفضل لو يبدأ هو الماتش، لكنه لعب دور عظيم كبديل في نهائي موسكو 2008. جيجز اتجاهل كل الشهرة والدعاية، ما كانش ليه مزاج كفاية من النوع ده من الاستعراضات. كانت شخصيته منطوية أكتر. علشان تقدر تتعامل مع الحياة دي انت هتحتاج طاقة عظيمة علشان تقدر تسافر حوالين العالم وتحط وشك قدام كل الكاميرات دي. الموضوع ده كان ممكن يتطلب منك غرور معين وإيمان بأن هو ده اللي انت اتخلقت علشان تعمله. كلنا بنقرأ دايما عن الممثلين اللي كانوا دايما عارفين انهم هيبقوا على المسرح او في الافلام في يوم من الايام. ما كانش عندي ابدا الجاذبية دي اتجاه الشهرة. كل اللي كنت عايزه ان اللعيبة اللي كبروا معانا دول يحافظوا على مستواهم ويستمروا معانا، زي ما عمل أولي هونز وكارل هاينز رومونيجي في باير ميونخ، فاهمين ثقافة النادي وعندهم المعايير اللي بتخليهم اللعيبة اللي يستمروا مع الوضع. راين يقدر يكون مدرب، مفيش شك في ده، لأنه هادي وحكيم وكل اللعيبة بتحترمه. سكوته مش هيكون حاجز ليه. في كتير من المدربين الهاديين، لكن شخصيتك لازم تكون قوية علشان تقدر تتعامل مع نادي زي مانشستر يونايتد. شخصيتك لازم تكون أكبر من شخصية اللعيبة، أو لازم تبقى مؤمن من جواك إنها كده علشان تقدر تتحكم في الصورة كاملة. عندك لعيبة كبار ولعيبة أغنية ولعيبة مشهورة ولازم تحكمهم كلهم. مفيش غير بس رئيس أو قائد واحد في مانشستر يونايتد، وهو أكيد المدرب. راين لازم يطور الحتة دي في نفسه. أنا كمان طورت الحتة دي أكتر من وقت ما كان عندي 32 سنة. ممكن تحدد مصيرك وطبيعتك وانت بتجري ورا نهاية معينة. ديفيد بيكهام كان دايما عارف هو رايح لفين، كان مرتاح لنمط الحياة ده وكان عايز فعلا انه يفضل محافظ على الوضع. محدش منهم كان بيحلم بالشهرة العالمية دي زي ديفيد، ما كانش جزء منهم. تخيل معايا جاري نيفل مع مصورين الموضة، لكن كلهم كانوا محظوظين في انهم جنب أسرهم. عيلة نيفل كانوا ناس أقوياء قوي، نفس الشيء في باقي أسر اللعيبة. التربية حاجة مهمة طبعا، لأنها هتوقفك على الأرض وهتحميك من الغرور والتصرفات اللي مش تمام. احترام اللي أكبر منك برضو حاجة مهمة. أبويا زمان لو كنت ندهت على حد أكبر مني باسمه الأول بس كان هيفرك وداني ويقول لي ده عمه بالنسبة لك. كل ده اختفى دلوقتي بقى. كل لعيبتي بينادوني بيا كوتش أو يا زعيم. مرة جالي واحد وقال لي عامل ايه يا أليكس؟ قلت له هو أنت بروح أمك كنت معاه في المدرسة؟ مرة تانية شافني ولد صغير أيرلندي اسمه بادي لي، لما كنت بروح مركز تدريباتنا كان بيشوفني. مرة جه وقال لي عامل ايه يا أليكس؟ قمت ردد عليه هو أنت كنت معاه في المدرسة؟ قال لي بقلق لأ. قلت له خلاص ما تقوليش أليكس. لسه لحد دلوقتي بضحك قوي لما بفتكر كل المواقف دي. ورا كل إجاباتي العنيفة نوعا ما دي كنت بضحك من جوايا. بادي لي الصغير ده كان كويس قوي في تقليد أصوات الحيوانات. في كل كريسماس كان بيبدأ يقلد أصوات البط أو النمور والأسود، كل حاجة حتى النعام. راح بادي الميدل سبرا لسنة لكنه منجحش معاهم. جورج سويترز الصغير كان ولد تاني من المشاكسين. ده بقى كان بارع في انه يتكلم بصوت مش واضح، بنباح كده، وما كانش بيحرك بقه. كان يستخبى في أوضة مثلا ويبدأ يتكلم بصوت منبوح كده، ولو دخل الضحية يا عيني يتسرع. لكني قفشته مرة، مسكته من قفاه وقلت له انت كويس يا حبيبي؟ اعمل كده مرة تانية وهتجري حوالين الملعب لحد ما تقع من طولك. رغم صورتي كشخص عايز الالتزام طول الوقت، لكني كنت بحب الأولاد دول جدا وكنت بحب الشيطنة اللي جواهم دي. هتحتاج شوية ثقة في نفسك وشوية جراءة علشان تعرف تعمل أي حاجة من دول. لو كان كل اللي حواليك ناس بيخافوا يعبروا عن نفسهم أو عن مشاعرهم في الحياة، هيكونوا خايفين بنفس الطريقة دي في الأوقات الصعبة والمهمة وفي الملعب وفي الماتشات.
الأولاد دول من جيل 92 عمرهم ما خافوا من أي حاجة أبدا. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفصل ده. لايك فيدك وانت خارج. سلام. وصح الفيديو اللي جاي عن ليفربول.